ناس كتير قوي بتدور على البدائل المصريه في الفرايد تشيكن بالذات، ففي براندات مصريه بقى استغلت الفرصه ديت ان هم عليهم ضغط شغل وعلوا الاسعار. فكان في براند كده رحت له قبل كده وجربت من عنده الفرايد تشيكن وكان مميز جدا، والخلطه سبايسي لدرجه محدش يتصورها. فرحت له تاني بقى عشان نشوف الجوده لسه عنده بتقول ولا تدفع فيها فلوس وتجري على طول. فبدايا كده حابب انوه ان ده براند مصري والاسعار عنده جميله جدا، وعندهم قطع الفراخ كبيره والفرايد تشيكن عندهم بيبقى مرمش والخلطه بتاعتهم حلوه، حتى السبايسي بتاعهم بيبقى عالي. فانت ما تخليش اي براند في مصر يستغلك بسبب المقاطعه وتروح تلاقي الاسعار عنده غاليه. فانت لو رحت ولقيت بقى الاسعار غاليه ممكن بقى تروح المكان ده كبديل وتجربه. برضه لو ما عجبكش ولقيت عنده الاسعار غاليه ممكن يا باشا نروح اماكن تانية وثالثه ورابعه. وقبل ما الفيديو يخلص حابب اقول لك ان ما تتكش قوي في الابيتايزر، يا دوبك طبق تاكله انت وحد كمان، لانه بالفعل الطبق ده لو هتاكله لوحدك هيبقى وجبه، والريزو ممكن تاكله عادي مع الوجبات. وفي نهايه الفيديو بقى حابب ابعت رساله لكل البراندات المصريه لا للاستغلال، مش عشان مقاطعين ترفعوا بقى في الاسعار. والمطعم دوت كان اسعاره حلوه واسمه اباتشي، يا ريت الناس كلها تروح تجربه. لو لقيتوا اسعاره عاليه برضه ما تروحوش. لو وصلتم لغايه النقطه دي يبقى لازم تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا.